الاهلي صحيح مع مارتينيلي؟ في المواقع يعني لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسمي. يعني انا فعلا الفتره اللي فاتت يمكن بقى لها فتره حتى بعض الصحفيين الاصدقاء يعني اتصلوا بيا وفاكرين ان في تطورات في الموضوع، لكن لغايه دلوقتي كله على يعني صفحات الجرايد. انا بسمع زيكم ما فيش اي حاجه رسمي من النادي الاهلي. يعني ما فيش عضو من اعضاء مجلس الاداره، ما في سيد عبد الحفيظ ما اتصلش، لا ما فيش اي حاجه من ديت. وانا طبعا اتمنى، ما فيش شك يعني تتمنى ما فيش شك يعني لو اشتغلت لجزئين. مدرب عام مع مارتينيلي هتبقى سعيد. الموضوع طبعا مدرب العام انا بقالي فتره كبيره الحمد لله مدير فني والحمد لله ماشي بشكل كويس. حته المدرب العام ويمكن انا قلتها في فتره من الفترات كمان بالنسبه حتى المنتخب الاول كانوا بيقولوا الكابتن حسن شحاته راجع تاني، وكان ما كانش عندي اي مانع طبعا ان اتعامل. بص يا كابتن، انا بالنسبه لي اشتغل مع مدير فني بالسي في زي مارتينيول او كابتن حسن شحاته او اي مدرب عالمي، ده اكيد هيفيدني انا من الناحيه المهنيه بشكل كبير. انا هستفيد منه كهاني رمزي في شغلي بعد كده، بغض النظر بقى ده نزل درجه طلع درجه، يعني الحاجات دي ما بقفش عندها كتير. هستفيد اكيد من خبرات الراجل بشكل كبير. النقطه الثانيه ان انا هكون متواجد في النادي الاهلي، ده بيتي طبعا، وانا يعني من ساعه ما خرجت سنه 90 ما رجعتش النادي الاهلي. معقوله؟ يعني ما رجعتش مسؤول، ما رجعتش مسؤول او ما كانش ليا ما كانش طبعا اكيد يعني. فاكيد طبعا يعني حاجه بالنسبه لي طبعا ان انا ارجع بيتي مره ثانيه، ده اكيد برضو حاجه ايجابيه جدا يعني. لكن ما فيش اي حاجه رسميه خالص. لا خالص. لم يفتحك احد؟ لا لا عضو مجلس اداره، لا مدير لا كوره خالص؟ لا.